تخيل انك بتتعلم برمجة بقالك فترة وكل شوية تسمع انك محتاج تعمل بورتفوليو او سابقة اعمال علشان تقدم على شغل، بس المشكلة انك مش عارف تبدأ منين ولا ايه افكار المشاريع اللي ممكن تعملها وتضيفها لسابقة الاعمال بتاعتك وتكون مطلوبة في السوق. الموضوع ده محبط لانك عارف ان الشغل مش بالكلام النظري والكورسات بس، لازم يكون عندك حاجات عملية تعرضها وانت طبقت عليها، لان الشركات مش بتدور على اللي حافظ كود، بتدور على اللي عنده مشاريع بتثبت انه يقدر يحل مشاكل حقيقيه. علشان كده النهارده انا هقول لك على 10 مشاريع لو عملتهم مش بس هيزودوا خبرتك، لا ده هيخلوا اي شركه تشوف البورتفوليو بتاعك وتقول هو ده الشخص اللي احنا محتاجينه. وطبعا ممكن تستخدمهم كمشاريع تخرج، فكوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا. السلام عليكم، معاكم طارق العبد، ودي قناتي اللي بتكلم فيها عن البرمجه والتكنولوجيا. لو دي اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نبدا. المشروع الاول هو بناء نظام اداره مهام لكن على مستوى فريق، مش مجرد تو دو ليست عاديه احنا بنعملها. احنا مش بنتكلم عن تطبيق تسجل فيه مهامك اليوميه وخلاص كده، مع ان طبعا لو عملت تو دو ليست عاديه جدا اللي هي الابلكيشن العادي ده حاجه حلوه جدا وتقدر تضيفها للبورتفوليو بتاعك لو عملت فيه شويه تحديات، بس احنا عاوزين نعلى اكتر بقى. احنا عايزين نظام يقدر اكتر من شخص يدخل عليه ويضيف مهام لباقي افراد الفريق، ويراقب طبعا التقدم على كل مهمه. هتلاقي نفسك لو بتعمل موبايل ابلكيشن هتعمل نوتيفيكيشنز بحيث ان لما حد يعمل تاسكايه ويعمل لها اساين على حد تاني يوصل نوتيفيكيشن للحد التاني. وضيف بقى امكانيه ان الناس ترفع ملفات، تعلق على المهام، تعمل تحديثات. النظام ده مهم جدا لان شركات كتير او فرق كتير بتحتاج حاجه زي كده لاداره شغلها. واربط بقى يا باشا الباك اند بالفاير بيز ولا حتى سوبا بيز، ولا حتى لو ليك صديقك جميل كده باك اند خليه يعمل لك الباك اند وربط معاه، وادي نتيجه حلوه في البورتفوليو بتاعك والبورتفوليو بتاعه. الشركات بتشوف النظام والابلكيشن والحاجه الجميله اللي انت عاملها دي مثال على انك بتعرف تبني تطبيقات معقده بتتعامل مع بيانات المستخدمين بشكل جامد جدا وديناميكي، وبتشوف طبعا صديقك عامل باك اند جامد جدا، ويا عيني بقى لو اليو اي بتاعها او اليوزر انترفيس جامد، طبعا البروجكت ده هيبقى حاجه ولا في الخيال. المشروع الثاني هو تطبيق لحجز مواعيد العيادات او الخدمات بشكل عام. تخيل انك بتروح لعياده او صالون حلاقه وكل مره لازم تستنى دورك بالساعات. انا عن نفسي لما بروح للحلاق بستنى كتير. التطبيق ده يا باشا هيوفر لك حل لكل ده عن طريق ان هو يتيح للناس تحجز مواعيدهم من الاول. التطبيق يسمح للعياده او صاحب الخدمه انه يحدد المواعيد المتاحه اللي هي السلوتس، والمستخدمين يقدروا يشوفوا المواعيد الفاضيه ويحجزوا اللي يناسبهم. وطبعا لو عايز تضيف لمسه احترافيه كده اربط التطبيق بنظام دفع الكتروني بحيث المستخدمين يقدروا يدفعوا مقدم من خلال التطبيق. المشروع ده طبعا هيبقى جامد جدا لان كل الخدمات تقريبا بقت محتاجه حجز مسبق. طبعا الكلام ده احنا بنتكلم بديتا مش حقيقيه، انا مش بقول لك افتح مشروع كامل، احنا بنتكلم بس على التطبيق من ناحيه الديفلوبمنت، لكن انا بشرحه لك من ناحيه بزنس، فانت اعمله بالشكل اللي يتناسب معاك ان انت تعمله بس مجرد كبروتوتايب وتعرضه في البورتفوليو بتاعك. المشروع الثالث هو تطبيق لاداره المصاريف، بس مش لشخص واحد، لا لعيلة كاملة أو مجموعة من الأشخاص. التطبيق بيتيح لكل فرد في العيلة إنه يدخل مصاريفه، والنظام طبعا بيجمع كل البيانات ويطلع تقارير دورية بتوضح إزاي الفلوس بتتصرف. ضيف خاصية تقسيم المصاريف لفئات زي الأكل، التعليم، المواصلات، فواتير الكهرباء والمية. ولو حابب طبعا المستخدم إن هو يضيف حاجة جديدة عيش حياتك طبعا. ممكن تعمل نظام نوتيفيكيشنز أو تنبيهات، لو حد صرف أكتر من الحد المسموح ليه التطبيق يبعت له تنبيه يقول له وقف يا نجم الفلوس قربت تخلص. الشركات بتحب تشوف مشاريع زي دي لانها بتثبت انك بتعرف تبني تطبيقات عمليه بتساعد الناس في حياتهم اليوميه، شخص عملي يعني. وخلي بالك احسن المشاريع اللي بتطلع في حاجه انت ممكن تكون محتاجها واقعيا وعمليا، يعني الواقع اللي حواليك والبيئه اللي حواليك محتاجه حاجه زي كده، فتستخدم البرمجه انها تحل لك مشكله انت بتقابلها بالفعل. اما المشروع الرابع هو موقع لحجز غرف الفنادق او الشقق. الفكره بسيطه بس قويه جدا. الموقع يسمح للمستخدمين انهم يشوفوا الغرف المتاحه ويحجزوا منها ويقدروا يدفعوا اونلاين. ضيف بقى خاصيه الفلتريشن، تقدر تصفي عمليات البحث بحيث المستخدم يقدر يحدد عدد الغرف ورينج الاسعار اللي بيدور عليها، الموقع الجغرافي اللي بيدور عليه. المشروع ده بيفتح لك الباب انك تتعامل مع اي بي ايز خارجيه زي الخرائط وتتعامل مع قواعد بيانات ضخمه، وده طبعا بيزود قيمتك جدا كمبرمج
وكمان بيديك تحديات جديده انت ما عملتهاش في المشاريع التانيه، وكله يا باشا بيزود في السي في والبورتفوليو بتاعك. المشروع الخامس تطبيق لاداره الانشطه الطلابيه في الجامعات او المدارس. كل جامعه تقريبا فيها نوادي طلابيه وانشطه، والتطبيق ده بيساعد في اداره كل الحاجات الجميله دي. خلي الطلاب يقدروا ينضموا للانشطه، يشوفوا مواعيد الاجتماعات، يشاركوا في الفعاليات. كمان خلي المشرفين يقدروا يضيفوا فعاليات جديده ويرسلوا نوتيفيكيشنز بقى لكل الاعضاء، يقدروا يعملوا كل الحاجات الجميله دي. ده مشروع كبير ومطلوب جدا، لان الانشطه الطلابيه دلوقتي بقت جزء مهم من اي نظام تعليمي. وخلي بالك انت ممكن تعمل حاجه زي كده لو انت طالب جامعي، وجرب يا باشا في جامعتك. المشروع السادس هو تطبيق لاداره المخازن والمبيعات للشركات الصغيره. التطبيق ده طبعا بيسمح لاصحاب المحلات انهم يدخلوا المنتجات اللي عندهم، يحدثوا الكميه المتاحه بعد كل عمليه بيع. كمان يقدروا يطلعوا تقارير شهريه عن المنتجات اللي بتتباع كتير، المنتجات اللي بتتباع بسرعه، المنتجات اللي بتدخل وتطلع بسرعه، واللي مش عليها طلب. ضيف خاصيه تنبيه لو الكميه قلت عن حد معين. خلي بالك ده مشروع لوحده ممكن يفتح لك باب شغل حر مع المحلات والشركات الصغيره اللي بتدور على حلول لاداره المخازن بتاعتها بشكل الكتروني. ودور حواليك في المنطقه، لو انت عملت حاجه زي كده صدقني هتلاقي محلات كتير هتبقى عايزه تشترك معاك في حاجه زي كده. المشروع السابع هو منصه الكترونيه للتعلم اونلاين، حاجه كده شبيهه بيوديمي بس طبعا بحجم اصغر بكتير. خلي المستخدمين يقدروا يسجلوا كمعلمين او طلاب. المعلمين يرفعوا كورسات والطلاب يشتروا الكورسات دي ويتعلموا من خلالها. طبعا دي اللي هي انظمه LMS، ودي من اصعب المشاريع اساسا، بس بنقول لو حبيت. طبعا ضيف نظام تقييم للكورسات ونظام شات يسمح للطلاب انهم يتواصلوا مع المدرسين. ده مشروع مش بس بيفتح لك فرص شغل، لكن كمان ممكن يبقى مشروع خاص بيك يكبر مع الوقت. المشروع الثامن هو نظام لإدارة الحضور والانصراف للشركات. خلي كل موظف يقدر يسجل حضوره وانصرافه من خلال التطبيق، والنظام طبعا بيجمع لك البيانات ويبعتها للإدارة في نهاية كل شهر. عايزك تضيف خاصية تحديد الموقع اللي هي اللوكيشن، بحيث الموظف لازم يكون موجود في دايرة مكان العمل وهو بيسجل حضوره. النظام ده طبعا مطلوب جدا للشركات اللي بتدور على حلول إلكترونية لإدارة فرق العمل الكبيرة. أنا أعرف ناس كتير بيفكروا في فكرة زي كده، فلو طبقت حاجة زي كده هتبقى حاجه جامده جدا في البورتفوليو بتاعك. المشروع التاسع هو تطبيق للمساعده في تنظيم الفعاليات والاحداث اللي هي الايفنتات والمؤتمرات. التطبيق ده طبعا بيسمح للمستخدمين انهم يضيفوا فعالياتهم، يتيحوا للناس ان هم يسجلوا حضورهم اونلاين. ممكن تضيف طبعا الQR كود بحيث الحضور يقدروا ينضموا للفعاليه باستخدام طبعا الكود من خلال التطبيق. المشروع ده حلو جدا لان الايفنتس بقت جزء كبير من البيزنس دلوقتي، زائد ان فيها شويه تحديات حلوه مش موجودة في أي مشروع تاني. المشروع بقى العاشر والأخير هو تطبيق لطلب الأكل أونلاين، بس هيكون موجه للمطاعم المحلية الصغيرة، فود ديليفري اب. وده احنا بانيين زيه برضو في دبلومة فلاتر اللي احنا عاملينها، اللي بالمناسبة لو حابب تتعلم برمجة تطبيقات الموبايل من الصفر اسألني عنها في الكومنتات، في خصم جامد جدا. المهم يا صديقي، التطبيق يسمح للمستخدمين يطلبوا الأكل يدفعوا أونلاين، المطعم يستقبل الأوردر مباشرة. خلي فيه نظام تقييم للأكلات، خدمة عملاء بحيث المطاعم تقدر تطور من خدماتها بناء على تقييم العملاء. المشروع ده ممكن يفتح لك فرص شغل حر كبيرة مع المطاعم والمحلات اللي عايزة توسع خدماتها. برضو شوف الناس اللي حواليك. المشاريع دي خلي بالك مش مجرد تدريب، دي مشاريع حقيقية ممكن تضيفها البورتفوليو قوي يخليك مميز في اي انترفيو. وخلي بالك انت ممكن تاخد اي فكرة منهم وتضيف عليها اضافاتك وابداعاتك الجميلة اللي تخليك متميز عن اي مشروع، وتبدأ مشروع ليك اساسا في السوق فعلا بيها. المهم ابدأ دلوقتي بمشروع واحد واشتغل عليه لحد ما تكمله 100%، بعد كده روح على اللي بعده وهكذا. المهم انك ما توقفش. ويا باشا انت شغال على العملية دي وبتقدم على شركات، جالك شغل تمام، ما جالكش انت ما زلت شغال وبتطور من نفسك. مش لازم كل مشروع من دول تبقى محقق فيه 100%، لان ممكن اساسا مشروع زي ده يكون فكرة شركة كاملة وبزنس كامل وشغال عليه تيمات. لكن اعمل اللي تقدر عليه ويو اي محترم ابن ناس كده، وصدقني ان شاء الله ربنا هيكرمك وتشتغل في احسن الشركات كمان ان شاء الله. قول لي بقى انه فكرة عجبتك اكتر وهتبدأ فيها دلوقتي، وما تنساش السبسكرايب الجميل وتفعيل الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وابعت الفيديو ده لاصحابك علشان يعملوا مشاريع جميلة ويلاقوا شغل في شركات عدلة. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.